بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للخلق أجمعين وعلى آله وصحابته إلى يوم الدين، وبعد. أيها الحضور الكريم، مرحبا بكم في هذه الأمسية المباركة القرآنية التي هي جزء لا يتجزأ من الأيام الثقافية التي ينظمها طلبة كلية اللغة العربية، وذلك تحت شعار الطالب وربيع العلم والمجتمع. أيا من يحلي بالقرآن المجالس فيصرو عن قلب الحزين الوساوس، ألا فامنحوا الجمع الكريم وسطره تلاوة تحكي في الجمال العرائس. سعدنا بهذا الملتقى إذ نعده تلاوة مؤسس حب في القلوب وغارسا، وكيف وألوان المسرات قد كست وجوها كأن أحللتموها الفرادس. في بداية هذا النشاط نرحب بهذا الحضور الكريم ونقول لهم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في كلية اللغة العربية، ومرحبا بكم في هذا النشاط الذي ينظمه إخوانكم ضمن أنشطة الأسبوع الثقافي. نرحب بكم شعرا فنقول أهلا وسهلا بمن قد جاء محتفلا ومن يؤم رياض العلم مهتبلا. مني إليكم سلام الله ما طلعت شمس وما غرد العصفور مرتحلا. أرجاء كليتي هذا المساء طربت بكل صوت شجي للقرآن تلا. كلية اللغة الفصحاء آسية بسابغ الجود والإكرام من دخلا. خير الكلام كلام الله إن نهلت نفوسنا منه حزن الفضل مكتملا. وما اقتفى العبد نهج الآي معتنيا إلا سمى شأنه بين الورى. وعلى طوبى لمن صحب القرآن مندفعا ولم يكن عن هدى أنواره غفلا. أيها الجمع الكريم، خير ما نفتتح به أمسيتنا هذه آيات بينات وتلاوة عطرة يشنف بها أسماعنا القارئ الفاضل الأستاذ الدكتور عبد الصمد العمري، فليتفضل وجزاه الله خيرا. وللإشارة فالقارئ عبد الصمد هو حاصل على دكتوراه في الصيدلة من كلية الطب والصيدلة بالرباط. حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ صابر والشيخ عبد الجميل الحريشي، وهو يؤم الناس في التراويح بمدينة مراكش، فنسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يزيده من فضله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.
يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل
سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك